مرحبا. بصفتي مواطن عراقي أدين وأستنكر ما جاء في بيان مقتدى الصدر اليوم عن المحتجين الغاضبين في محافظة واسط. بصفتي مواطن عراقي أحب أوجه رسالة إلى مقتدى الصدر وأقول له ما لا يحق للصدر أن يعتبر لجنته هي لجنة منزلة، ويقول إنه كل واحد خارج اللجنة يتظاهر، هذا ما يمثلنا بل من أعدائنا. لا، أنت متوهم سيد مقتدى، لأنه لجنتك مو لجنة منزلة. أنت متوهم لأنه لجنتك ما منتخبة من قبل الشعب العراقي. أنت متوهم لأنه واحد من أعضاء اللجنة اللي أنت خالها اليوم نزل منشور ويقول هذا مو تفريق للمتظاهرين، هذا انتقام. أنت متوهم لأنه تعتقد أنه كل الاحتجاجات بالعراق أنت تمثلها. أنت ما تمثل إلا نفسك وأتباعك. فإذا تتصور أنه سلاح أتباعك وقوة أتباعك راح تمنحك السيطرة على الشارع العراقي، وأنك تساوم باسم الشعب وتروح تتفق مع العبادي وتغضب لما تطلع تظاهرة ضد العبادي وضد الحكومة لأنه هي ما تابعة إلك، فأنت متوهم. واكو ناس راح تقدر توقف بوجهك من المواطنين العراقيين البسطاء اللي عندهم حرص على بلدهم، اللي ضاع، واللي من سخرية القدر انك انت وقفت تتحدث اليوم عن الشعب العراقي، وانت مو تتحدث عن طلاب الجامعات، وانت مو مختص، وانت مو بالسلطة التنفيذية، وتوجه بفصل الطلاب المحتجين الغاضبين الفقراء. انت توجه بفصلهم توجه بمحاسبتهم، وانت مو داخل السلطه التنفيذيه. انت مو مسؤول عن وزاره التعليم العالي، مو مسؤول عن الجامعات، وتقول العماده، قصدك رئاسه الجامعه مو العماده، لانه العماده هي كلية لها عماده. هذا دليل على جهلك وعدم معرفتك بالجامعات. ومو عيب انك مو خريج جامعه، لكن عيب انك تتدخل، عيب انك تخلي نفسك بهذا المحطه اللي مو الك، بهذا المكان اللي مو الك. فبصفتي مواطن عراقي بسيط أقول لك يا مقتدى الصدر احترم نفسك، وأدعو إلى هاشتاج احترم نفسك يا مقتدى الصدر. فأنت ما تمثل